أيها الشعب العظيم والمقاوم، باسم هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أحييكم وأحيي صمودكم. وقبل كل شيء في هذه المناسبة نستذكر شهداؤنا شهيداتنا اللواتي ضحتنا في سبيل أن نعيش بالأمن والحرية والكرامة، والذين لولاهم لما وصلنا لهذه المرحلة الحساسة والمصيرية. نعم أيها الشعب، في شمال وشرق سوريا بشكل عام وفي الإدارة الذاتية بشكل خاص ما زال نواجه تحديات وصعوبات من قبل الجهات المعادية لمشروعنا الديمقراطي التي انبنت على دماء فلذات أكبادنا وبلادنا في جغرافية شمال وشرق سوريا. ومن هذه المنبر القديس وعلى أرض مقاومة كوباني الذي عرف بقلعة الصمود بمناسبة يوم العالمي لمناهضة عنف ضد المرأة، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم والنساء السوريات، وبأخص الذكر نساء شمال وشرق سوريا اللواتي حاربنا بدلا عن عالم وقضوا على أكبر إرهاب في العالم المتمثل بداعش، والتي أثبتت جدارتها على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإدارية. وكما أيضا نحيي نضال الحركات النسائية الإقليمية والمحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد مرة أخرى من هذه المنبر إن كل يوم وكل عام هو للنساء، هو للمرأة الحرة، فلا معبر للسلام إلا بإرادة المرأة الحرة. ونؤكد إن الحادث المنوعة وقت الأخوات الثلاثة بنقال هو قصة كل النساء اللواتي يتعرضن للحوادث يستحيل على العقل البشري تصديقها، من أصغر الحلقات باستحقار والإهانة وصولا إلى إجحاف بحقها دستوريا وعرقيا، ليصل إلى حد الاغتصاب والرجم والقتل. قصص تداولها النساء في زواياها المظلمة تدخل معها دون أن ترى النور. نطقت المرأة كلمتها في كثير من المحافل، فضحت كلمة الحجر في ماء فتوسعت بشكل كبير، مشكلة علاقات أكبر من النساء المناضلات في سبيل نيل حقوق المرأة واسترجاع كرامتها المهدومة منذ 5000 عام بالإحزاحات المشرفة وتضحيات جسيمة لا تعد ولا تحصى. اليوم وبعد مرور عقد كامل على أزمة السورية، جرت الحروب على كاهل الشعب السوري عامة وعلى المرأة والأطفال خاصة لا يمكن إحصائها، فأعداد كبيرة من الضحيات ومن الشهيدات ومن الجريحات ومن المهاجرات ومن النازحات الفقيرات دون قوة المهوى بالتزايد إنها ضحية المصالح الدولية السياسية المتداخلة بملف السوري. وباتت عنفا أشد من هذا. هل هناك من العنف أشد من ما مارسها مرتزقة داعش في حق المرأة؟ واليوم نفس الممارسات والانتهاكات تكرر في مناطق السورية
والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هي خير مثال على هذه الحقيقة، فكانت شهيدات عارين الفدائية وقارين البطلة وعبرين الياسمين وزهرة المناضلة والسعد والخلد وكثير منهن تكمل مواليها الحرية بالشهادة الغنائية. إنها المرأة اليوم تكملت في مراكز صنع القرار ووصلت إلى نظام رئاسة مشتركة باستحقاق 50 مليون، نظمت نفسها في الكومينات وفي اللجان وفي الإدارات، ملامح الوطنية القديسة ضمن صفوف وحدات حماية المرأة اليتامى التي أسقطت أبنية الكفرة وتلاشت أحلامها. هكذا يمكن الاحتفاء بهذا اليوم بالمقاومة ثم المقاومة والمقاومة، لا لاستحقار المرأة، لا لنجمهن، لا لقتلهن تحت أي ذريعة شرف، فلا للعنف. العنف بالحق المرأة هي خيانة المنظر الإنسانية. وهيا بنا كنساء لننول مستقبلنا بأيدينا ولنكتب دستورنا ولنبني قراراتنا ولنكمل مسيرتنا إنا عليها، وستكون هذا إن شاء الله تاريخ الذكوري. وفي الختام ننشد الرأي العام والديمقراطيين والحركات النسائية في العالم وبالأخص الذكر، نناشد المرأة بإطلاق عناد أصواتهن للعالم في يوم 25 نوفمبر، وندعو التصعيد أكثر بالنشاطات والفعاليات بقوة أكثر. وكما نريد ونستنكر بهذه المناسبة الاعتداءات والممارسات والانتهاكات التي تحصل في مناطقنا المحتلة من قبل الدولة التركية، ابتداء من عفرين وجرابلس والباب وصولا إلى سريكانية وجريسبين. امشي بنامي كل راسنا شاركية ويا بيروس سلام بكين وتشخصي حرسي خوشكين من البالدا تباهي جنين شورشكار وتريكوشار ببيرتينين وبجنا خواه لبرامبانيوان بتاوينين جوفا تيكوشينا حرسي جنين من البال أطفت بتيكوشينا مازن آبن دستاندا لهمبري ديكتاتوري ودستاتوري فاشيست تروجيلو كوبوزامبول كويرو تباهيشن بجهان دا بنهيز بويتا كوشني إدي تباهيشن بنهيز وأمسوز دنكتا تايز باركنا حرينين باقر كرين وتازر كنا حدو حرشناكي جيكولاتي جداس غدارين أمين تمو دائم تنظر تبقري غابين وجاركتين أنباقي تباهيش ناندكين كولدورا بروجا زادياشن بلديك شويكو امداوي لدست غداري لديكتاتوري لفاشيزمي والباقر